السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. يلا بقى النهارده فيديو جديد وفيديو حلو. رز بلبن احلى بكتير من بتاع المحلات، هتعملوه في البيت بطريقه سهله وجميله وان شاء الله هتدعولي. مكسرات وساده، وبصوا بقى ده العيش ده طعمه وهم. رز بلبن في الفرن طعمه حكايه. ان شاء الله هيطلع معاكي كريمي، طعمه جميل جدا، احلى من بتاع المحلات اللي ولادك بيطلبوها بطريقه سهله جدا. يلا اشتراك ولايك للقناه، وتعالوا نشوف عملناه ازاي، ونصلي ونسلم على رسول الله، ونخش على الطريقه والمقادير. اول حاجه حبايب قلبي، كوبايتين من الرز المصري، يتنقى ويتغسل حلو ويتنقع نص ساعه. تحط عليه كميه كويسه من الميه، ونعلق عليه بقى النار. اول ما يبتدي يغلي هوطي عليه النار خالص، واكتم عليه الغطا واسيبه لما يستوي براحته. مش يستوي، احنا عايزينه يتهري بمعنى اصح. شايفين الشكل اللي قدامكم دوت؟ لازم يوصل معاكم للقوام ده. لازم الرزايه تكون مهريه خالص، ما تكونش محتته بمعنى اصح، عشان لما اجي اكل احس ان انا باكل رز بلبن بجد. هنا بقى ابتدي انزل بقى بالاضافات بتاعتي. كوبايه من السكر، عايزه تزودي تقللي دي حاجه ترجع لك انت. نقلب. وبعدين معايا لتر ونص من الحليب كامل الدسم بلدي، انا ما بستعملش الحليب اللي هو المعلب، ده بيديني طعم احلى بكتير في الرز بلبن، عشان يطلع معايا زي بتاع المحلات ان شاء الله بالظبط. معلقتين كبار من القشطه، سواء قشطه نباتي او قشطه من وش اللبن، الاتنين زي الفل. المكون بقى دوت، ده اللي هيغير معاك الطعم خالص. 3 معالق كبار من الكريمه، دي كريمه خام، عايزه تستعملي باكت كريم شانتيه برضو كويس وزي الفل. ندوبهم في ربع كوبايه من الميه، وننزل بيهم على الخليط. ده هيديكي طعم كريمي كده وطعم غني للرز بلبن. اتمنى ان شاء الله تجربوا بالطريقه ديت، وانا واثقه باذن الله ان هو هيعجبكم. 3 معالق كبار من النشا، ما يكونوش مليانين قوي، وهدوبهم في نص كوبايه ميه بارده. نقلب حلو كده، وبعدين هاخد معلقه من الخليط السخن دوت هنزل بيه على النشا. التكه دي بعملها في اي حاجه فيها نشا، ما بتخليش النشا تكلكع معايا خالص، حتى لو ما قلبتهاش، يعني يا دوب بننزل تقليبه والتانيه وكده تمام قوي. 3 معالق كبار من الجوز هند، طبعا ده اختياري، بس انا بديكم ان شاء الله يعني كده ايه اختيارات، وان شاء الله تجربوها هتطلع معاكم حلوه قوي وطعمها جميل. اخر حاجه بقى رشه من الفانيليا السايله، جربوها ما تقلقوش، ما بتغيرش اللون، لكن الطعم بتخليه احلى بكتير من الفانيليا البودر. اول ما يبتدي يغلي اعرف كده ان هو وصل للقوام المناسب. مش عايزين الخليط لا يكون تقيل قوي ولا خفيف قوي. حسيتيه تقيل عادي مفيش مشكله، زودي شويه لبن او شويه ميه. اول ما يبتدي يغلي كده خلاص بعرف ان هو النشا بتاعي استوى، ومش هيتقل معايا عن كده الا لو عايزه تسيبيه بقى حبه. نطفي عليه، ونصب بقى في اطباق التقديم، وتزيني باي طريقه انت عاوزاها. لو عاوزه تدخليه الفرن زي ما شفنا في اول الفيديو، هتحطيه في اطباق تدخل الفرن سواء فخار او بايركس، يبرد، ورشه سكر بودر على الوش عشان تديني الكرمله دي، ودخليه تحت الشوايه. اتمنى يكون